أهلا وسهلا بكم معانا في قناة كودينج بايبل. في الفيديو ده عايزين نتكلم مع بعض عن الريسولفر والاسync ريسولفر. بس قبل ما نتكلم عنهم عايزين نتكلم عن المشكلة اللي بيحلها الريسولفر وازاي هو بيحسن الأداء عشان تبقى انت فاهم القصة ايه الأول قبل ما نعمل الريسولفر. شفنا الفيديو اللي فات الماتشر، اتكلمنا عنه وعرفنا ايه فايدته، ان هو بيحل المشكلة اللي هي لما يبقى عندي دايناميك راوت جاي قبل او ترتيبه قبل الوايلد كارد راوت بيبلع الوايلد كارد راوت. لان لو انت مثلا في المثال بتاعنا كان برودكت سلاش وكتبت الاي دي ايا كان هو صح ولا غلط، هيخش على البرودكت اي دي مش هيروح على الوايلد كارد بتاع البرودكت النهائي. وحلينا ده بالماتشر وشفنا ان الماتشر فائدته ان هو بيشوف شكل الاي دي صح ولا غلط. في المثال بتاعنا كان عندي شكل الاي دي حرف 4 ارقام حرف، بس اتكلمنا في كيس اللي هي لو كان شكل اي دي صح، يعني كان شكله حرف 4 ارقام حرف، بس كان المشكله في ان الاي دي مش موجود في الداتابيز، او يعني السيرفر رد عليك قال لك البرودكت ده نوت فاوند. كان دي مشكله. طب تعالى نفهم ليه المشكله، نرسمها ناخدها بالرسم احسن عشان تبقى انت فاهم. انا عندي اول حاجه هي الماتشر، مرحله الماتشر. احنا الكيس بتاعنا عايزين نتكلم فيها ان الماتشر مظبوط، ده كده الماتشر صح، يعني شكل الاي دي مظبوط. المفترض ايه اللي هيحصل، ان الانجولار تمام بيمشي خطوات معينه، تمام يعني هيمشي ستيبس معينه لحد ما يوصل للمرحله اللي بيعمل فيها الاوبجكت من الكومبوننت. ده كومبوننت، اوكي، والكومبوننت داخليا بيبعت للسيرفر، ده سيرفر، اوكي، والسيرفر بيرد على الكومبوننت اذا كان البرودكت موجود ولا لا. لو موجود طبعا هيتعرض، لو مش موجود تمام وقتها الكومبوننت هيروح على او يعني هيعمل ريدايركت على النوت فاوند. هنا المشكله اللي عندي ان في حاله الكيس دي او اللي هو البرودكت غير موجود او حتى في ايرور حصل في السيرفر، المراحل اللي مشيها الانجولار الجزء ده كده ملوش لازمه، يعني مشي على الفاضي. طب عشان نحسن الاداء احنا عايزين نعمل ايه؟ عايزين مرحله تبقى قبل الستبس دي كلها. هنا المرحله دي في النص، في المرحله دي احنا عايزين نعمل كول للسيرفر مباشره. لو كانت الداتا موجوده يعني هيرد على المرحله دي، لو داتا موجودة نكمل، لو داتا مش موجودة نروح على النوت فاوند مباشرة. في الحالة دي احنا حسنا الأداء، لأن في الحالة دي لو البرودكت مش موجود مثلا أو حصل ايرور في السيرفر، الأنجولار مش هيمشي الخطوات دي وبالتالي حسنا الأداء. المرحلة دي هي اللي اسمها الريسولفر. بس دي كل فكرتها. يبقى إذا إيه هو الريسولفر؟ الريسولفر هو عبارة عن مرحلة في الراوتنج من خلالها بنبعت او بنعمل كول للاي بي اي نتاكد ان الداتا موجوده ولا لا. لو الداتا موجوده بنكمل الخطوات الراوتنج عادي جدا، لو مش موجوده تمام بنعمل وات ايفر بقى انت عايز تعمل ايه في الابلكيشن بتاعك، تحولها على نوت فاوند، تظهر موديل او بوب اب بيقول نوت فاوند، وات ايفر انت هتعمل ايه. بس في الحاله دي انت هتبقى منعت ان الانجولار يكمل الخطوات دي على الفاضي. زائد ان هو مهم جدا لليوزر اكسبيرينس، لان هو بيمنع الفليكر، او معنى مش فليكر. تخيل انت مثلا كده معايا مكان اليوزر دخل على او عمل كليك على صفحه برودكت وظهر له في اللينك من فوق البرودكت سلاش والاي دي بتاعه، وظهر له علامه اللودنج مثلا وات ايفر، فهو كده مستني ومنتظر ومتوقع منك انك انت هتعرض له البرودكت. فجاه ده كله اختفى وراح على نوت فاوند، تمام. مش هتبقى لطيفه، تمام. او حتى لو انت بعته او فتحت له اللينك البرودكت وسلاش والاي دي وظهرت له مثلا بوب اب نوت فاوند، طب ازاي انت فاتح لي اللينك بتاعه وهو نوت فاوند؟ مش هتبقى لطيفه كيوزر اكسبيرينس. فهو ده بيحل مشكلتين، مشكله الاداء ومشكله اليوزر اكسبيرينس. طيب دلوقتي بقى احنا فهمنا مشكله ايه وفهمنا هو فايدته ايه. تعالى بقى دلوقتي نفهم هنعمل ازاي ريسولفر. الريسولفر عشان يتعمل في عندك طريقتين، واحده قديمه وواحده جديده، تمام. الجديده ممكن تعملها بكوماند اسمه ng generate resolver، هنشوفه بعد شويه. بس هو كان نفس الكوماند ده موجود قبل كده بيعمل بالطريقه القديمه، بس حاليا دلوقتي بما ان احنا شغالين بانجلر 20 فالكوماند ده هيعمل لك الريسولفر بالطريقه الجديده. فاحنا هنعمل الطريقه القديمه بايدينا. الطريقه القديمه اللي بنعمل بيها الريسولفر هي عباره عن انك انت بتعمل سيرفيس، بتعمل امبلمنت لانترفيس اسمها الريسولف. تعالى نعمل ده دلوقتي. مثلا نخش على البرودكت هنا نعمل ng generate service، نقول مثلا برودكت ريسولفر اهي. في البرودكت ريسولفر دي هنعمل implement لريسولف، لازم تديها التايب بتاعك. احنا كنا عاملين تايب اسمه برودكت وهنقول برودكت اور undefined، اوكي. طبعا محتاجين نعمل implement للانترفيس. طيب زي ما انت شايف الانترفيس دي هي بتعمل implement لفانكشن اسمها resolve. الفانكشن دي بتاخد 2 inputs،
الراوت من نوع اكتيفيتي راوت سناب شوت، وعندنا الستيت راوت اللي هي راوتر ستيت سناب شوت. طبعا احب افكرك بكلمه سناب شوت. كلمه سناب شوت دي معناها لقطه. اللقطه دي ما بتتغيرش فيها اي حاجه، يعني مجرد هو بس بيجيب لك المعلومات اللي موجوده سواء في الستيت او سواء في الراوت او الاكتيفيتي راوت وقت ما انت بتعمل اكسس ليه. تمام. احنا مش هنتكلم عن الستيت خالص، ان هي يعني بنسبه 90% مش موجوده في كل الحالات دي، موجود في حالات ادفانسد شويه. لما نتكلم في المستوى الادفانسد هنتكلم عنها. الاكتيفيتي راوت سناب شوت هتلاقي فيها معلومات عن البرام، الكويري برام، الحاجات دي. وزي ما انت شايف الريسولف دي بترجع نوع اسمه مي بي اسync. قديما كانت بترجع اني، بس هنا المي بي اسync هترجع برودكت وريدايركت كوماند هنتكلم عنه بس مش بتفصيل قوي، هنشوف بس بنستخدمه ازاي. تمام. والميبي اسync هنا معناها ان هو زي ما انت شايف هنا بيرجع التايب نفسه، لو انت هترجع مثلا تايب محدد او اوبجكت معين، او بيرجع اوبزرفبل من الاوبجكت، او بيرجع بروميس برضو من نفس الاوبجكت. احنا قلنا ان الريسولفر مهمته ان هو يعمل كول للاي بي اي، فبالتالي احنا محتاجين سيرفيس تعمل كول للاي بي اي. انا عملت السيرفيس دي هنا اهي. تمام. دي زي محاكاه للكولينج لداتابيز فيها السيرفيس اوبزرفبل وبروميس عشان نشوف الاسync ريسولفر. طيب احنا محتاجين نعمل ايه هنا؟ محتاجين نعمل برايفت برودكت سيرفيس زي ما هعمل كده. عايزين نعمل انجكت بالظبط للبرودكت سيرفيس اللي احنا عاملينها هتعمل كل للاي بي اي، وهنحتاج نعمل برضو انجكت للراوتر، وهنشوف ليه بعد شويه. هنيجي هنا، احنا هنا كيس هنطبق عليها الموضوع ده محتاجين نشوف نمسك الاي دي من الراوت ونبعته للاي بي اي. فبالتالي احنا محتاجين نعمل زي ما هو عامل كده ايه، الاي دي. نمسك الاي دي عن طريق البرام ماب، ونيجي نعمل هنا للاي بي اي. بس هنقول هنا ان احنا هنعمله مثلا الاول بالاوبزرفبل. طبعا هنا مش هنعمل سبسكرايب لان السبسكرايب هترجع سبسكريبشن، واحنا عايزين نرجع اوبزرفبل فهنستخدم البايب. وهنعمل ماب. الماب دي عامله زي برضو الماب بتاعت الجافا سكريبت اللي هي بترجع الداتا بشكل معين، بس احنا هنا مش هنغير في الداتا، احنا عايزين البرودكت زي ما هو بالظبط، مش هنغيره في اي حاجه خالص. فهنيجي هنا نقول اف برودكت هيرجع البرودكت، مش اي مشاكل. تمام. طيب لو البرودكت مش موجود هنعمل ايه؟ هنرجع نيو ريدايركت كوماند. الريدايركت كوماند ده هو بياخد يعني تو بارامز، بياخد يو ار ال تري، واحنا فهمنا يعني ايه قبل كده يو ار ال تري، وبياخد نافيجيشن بيهيفير اوبشنز هنتكلم عنها دي بعدين في الحاجات المتقدمه. لكن دلوقتي انت ممكن تعمل this dot router dot create يو ار ال. طبعا مش زي ما هو عامل كده، مفترض اليو ار ال احنا شفناها قبل كده اليو ار ال تري، وفهمنا ان هي عباره عن array of URL segments كده يعني. اوكي. او انك ترجع زي ما انت عادي. تمام. هنستخدم حاجه اسمها بارس يو ار ال، تدي له ده عادي جدا. البارس يو ار ال دي بترجع يو ار ال تري، فبالتالي كده ايه، تمام، عادي جدا. ممكن لو حابب تعمل كاتش ايرور، ده برضو اوبريتور من ال ار اكس جي اس. الكاتش ايرور ده انت ممكن ايه، بتقول لو في ايرور عندي هيحول على نوت فاوند او whatever انت عايز تعمل ايه. تمام. هو هنا عنده مشكله اني بقول لك ان التايب ده مش راجع اوبزرفبل، المفترض يترجع اوبزرفبل. فبالتالي ممكن ناخد ده كده هنحطه في اوبريتور اسمه اوف، وهنعمل له امبورت. تمام. الاوف ده هو بيرجع اوبزرفبل من القيمه اللي عنده جوه. ماشي. طيب انت شايف ان احنا مكررين كود، فممكن انت عشان تخلي الكود بتاعك كلين تعمل كونست ريدايركت. اوكي. وهتعمل، لا مش كده، هنعمل ده كده. اوكي. وهناخد الريدايركت ده هنبدل الاثنين دول بالريدايركت وخلاص. تمام. طبعا قديما كانت الناس بتستخدم النافيجيت باي يو ار ال، يعني ممكن بدل الريدايركت دي ممكن يجي يعمل مثلا يقول لك this dot router dot navigate by URL مثلا. تمام. طبعا دي كانت حاجة قديمة شوية، ولو انت فكرت تعمل او تاخدها كول بالطريقة دي كده هنا في مثلا في ريدايركت هيبقى، او مش هتنفع. ليه مش هتنفع؟ لانه مجرد ما الكومبايلر يجي يعمل ايفالويت للجزء ده، اللي هيحصل انه هيعمل ريدايركت مباشرة حتى من قبل ما يعمل كول للاي بي اي. تمام. ممكن حد يقول لي طب انا هعمل كده عادي جدا واستخدم كلمة ريدايركت احط وابعت لها الانبوت. اوكي. بس هتبقى بقى برضو بتكرر السترنج، واحنا مش عايزين نكرر السترنج. اوكي. فبالتالي دي من احد فوائد الريدايركت كوماند، بيخليك تعرف تكتب كلين كود. احنا عايزين نطبق
او نستخدم الريسولفر ده في الراوتنج. فهنيجي هنا نكتب ريسولف، هتعمل اوبجكت، هتكتب فيه برودكت، دي اسم الداتا اللي انت عايزها. اوكي، يعني مش شرط تسميها برودكت، تسميها اي حاجه، اي حاجه انت عايز تسميها. عايز تسميها برودكت ديتيلز، عايز تسميها برودكت، زي ما انت عايز. برودكت ريسولفر، بس كده. طيب انا هستقبل الداتا دي ازاي؟ ما دلوقتي خلاص الريسولفر عندي بعت للاي بي اي وجاب الداتا دي متخزنه في البروبرتي اللي اسمها برودكت. انا هجيبها ازاي او هستقبلها ازاي داخل البرودكت ديتيلز؟ هنا في الكومبوننت بتاع البرودكت ديتيلز في عندك اكتر من طريقه. الطريقه الاولانيه هي انك تستخدم الاكتيفيتد راوت، هعمله اوبجكت من بدري. فانت تيجي هنا، طبعا احنا مش محتاجين نعمل كول هنا للاي بي اي عشان خلاص احنا عملنا كول في الريسولفر. هنيجي نعمل هنا this dot activated route dot data، هنعمل هنا سبسكرايب زي ما انت شايف. اوكي تعال نشوف. انا هعمل هنا، هفتح ده مثلا زي ما انت شايف. انا عامله طبعا بيأخر ثانيتين ويفتح، فهو كده ايه شغال تمام. ممكن لو عايز تمشي بنظام السيجنالز عادي جدا، ممكن تعمل هنا equal signal product or undefined. طبعا هنا هتشتكي دي مننا عشان محتاجين نرجع دول او القوسين للسيجنال زي ما انت عارف، او زي ما اتكلمنا قبل كده. طبعا مش بالتفصيل اتكلمنا عن السيجنال، بس شفنا ازاي بنعمل لها كولينج او ازاي بنستخدم السيجنال يعني. طبعا هنا مش هينفع دي خالص، هتيجي هنا تعمل دوت set data product بالطريقه دي طريقه تستقبل بيها الداتا اللي جايه من الريسولفر. وتلاحظ هنا كتبنا البرودكت علشان هنا في الراوتنج كاتبين البروبرتي باسم برودكت. الطريقه الثانيه ان انت تخليها سيجنال برضو، بس هتعمل ايه؟ تو سيجنال دي بتاخد اوبزرفبل وتحوله الى سيجنال، يعني هي داخليا بتعمل سبسكرايب وبتعمل كل حاجه. فاحنا هناخد دي عادي جدا نكتب دوت داتا، بس هنستخدم بايب زي ما هو عامل كده بالظبط. طبعا احنا محتاجين نعمل امبورت للبايب وهنوقف دي عشان ملهاش لازمة. وتعال نجرب نشوفها شغالة ولا مش شغالة. برضو شغالة. الطريقة التانية واللي هي أسهل واحدة فيهم، مش هتحتاج بقى إنك أنت تستخدم أكتيفيتد راوت ولا وجع الدماغ ده خالص، ولا حتى السيرفيس، يعني مش هتحتاج دول أساسا. هي إنك أنت بمنتهى البساطة أنت هنا استعملت برودكت. أوكي هاتها. كتبت مثلا بروبرتيز باسم برودكت، تعال هنا اكتب هنا برودكت ايكوال انبوت كده. ده مش حاجة تانية أكتر من كده. تمام. طبعا هتيجي هنا هتغير دي، هيبقوا كلهم باسم برودكت. اوكي، وتعالوا نشوف هتلاقيها شغاله ولا لا. زي ما انت شايف هي شغاله معانا عادي جدا. طبعا ده مش معناه ان انت ما تقدرش تستخدم الانبوت القديمه اللي هي اسمها برودكت. يعني هنا ممكن تيجي بدل من انبوت سيجنال، مفيش مشكله. تيجي هنا ممكن تعمل ات انبوت، وهتعمل هنا برودكت. اوكي، تبقى من النوع برودكت اور undefined. طبعا هنا محتاجين قبل ما نجربها نشيل دي كده، وتعالى نجرب نشوف هتشتغل معانا ولا لأ. برضو شغالة. وأحب أفكرك إن أنت عشان تستخدم طريقة الانبوت لازم جوه الاب راوتنج موديول تبقى حاطط البايند تو كومبوننت انبوتس بتساوي ترو. دي مهمة جدا. ده بالنسبة للطريقة القديمة اللي أنت تستخدم برودكت سيرفيس. طبعا هنا حد بيسأل هو ليه حاطط خط اصفر تحت دي؟ عشان هنا بيقول لك ان برودكت سيرفيس دي عباره او يعني از نيفر اسايند، يعني عمرك ما هتغير قيمتها، فخليها ريد اونلي. فعادي انت ممكن تعمل هنا ريد اونلي. دي كل فكرتها يعني. طيب دي الطريقه القديمه اللي كنا بنعمل بيها ريسولفر. فاحنا دلوقتي عايزين نعمل او نشوف الطريقه الجديده. الطريقه الجديده ان احنا نستخدم حاجه اسمها فانكشن، والنوع بتاعها ريسولفر فانكشن. ممكن تيجي تعمل هنا ng generate resolver، او ممكن تعمل ار بس وتكتب برودكت اهي. فزي ما انت شايف هنا برضو عمل لك فانكشن اسمها برودكت ريسولفر، تعمل ريسولفر او ريسولف فانكشن بوليان، ودي بترجع ميبي اسync من النوع او ريدايركت كوماند. فاحنا برضو هنا مش محتاجين بول، احنا عايزينها ترجع البرودكت فعلا. فهنعمل برضو هتخليها ترجع برودكت اور undefined. زي ما انت شايف برضو ان هي فيها راوتر وستيت، ودول اتكلمنا عنهم، هم ما فيهمش اي اختلاف، عادي جدا. محتاجين هنا برضو هنعمل نفس اللي احنا عملناه في السيرفر سيرفيس. يعني ممكن ناخد ده كده كوبي. اوكي،
ونيجي هنا نحط كده ده هنا. طبعا ما عندناش، هناخد طبعا هنعمل امبورت ده مش ما عندناش this عشان احنا مش في object. محتاجين نعمل const product service. تمام، مش new. محتاجين نعمل inject للبرودكت سيرفيس. اوكي، ومحتاجين نعمل inject للراوتر زي ما هعمل كده بالظبط. تمام، ومحتاجين نعمل import للحاجات الناقصة. بس كده. ممكن طبعا لو انت عايز تشيل الستيت مفيش مشكلة تشيلها عادي جدا، مفيش أي مشكلة. طيب هنستخدمها ازاي؟ عادي جدا في البرودكت راوت، بدل من دي هتعمل برودكت ريسولفر بس عادي جدا. ونفس فكرة الاستقبال في البرودكت ديتيلز هي لو جينا نجربها هنلاقيها برضو شغالة بدون مشاكل. طيب ممكن حد يسأل هو ليه طب الانجولار غير الطريقة وخلاها بفانكشن بدل من كلاس؟ عشان خاطر تكرار الكود. ما يبقاش عندك كود زيادة ملوش لازمة، زي ان انت كل مثلا بالطريقة دي ما هتملك واحدة كلاس، هتعمل اكسبورت كلاس مش عارف ايه، وهتعمل كل واحدة فيهم في اكيد كود مكرر، اللي هو زي ده مثلا، ده كود مكرر، وكل واحد فيهم تعمل لها implement resolve كده، كل واحدة فيهم تعمل لها الكلام ده. فده اسمه تكرار كود على الفاضي. فاحنا لغاها بصراحة هي ممتازة، هتلاقي فانكشن صغيرة مفيش أي مشاكل. طيب احنا كده شفنا ازاي الريسولفر بيتعمل، شفنا ان هو شغال، شفنا ازاي بنستقبل الداتا بتاعت الريسولفر في كومبوننت. في حاجة تانية عايزين نقولها، ان انت هنا ممكن تقدر تعمل أكتر من ريسولفر. يعني مش شرط برودكت، ممكن تبقى انت عايز تجيب برودكت، عندك أكتر من اي بي اي عايزهم جوه كلاس، بتعملهم كلهم. الميزة في دي انك انت لما تعملهم ريسولفر كلهم انت بتعمل كل للثلاثة اي بي اي في نفس الوقت. يعني في الكومبوننت انت هتعمل كل واحده بعد كده التانيه بعد كده التالته، ممكن تعملهم ثلاثه مع بعض اوكي، بس انت هنا بتعمل ريسولف للثلاثه او ليهم كلهم. لو واحد فيهم فشل خلاص باي باي، احنا مش هنكمل في الراوتنج ده. ممكن حد يجي يسالني سؤال يقول لي بما ان الريسولفر مش هيخلي الانجولار يعمل الراوت ولا يعمل اوبجكت من الكومبوننت لو المنتج مثلا مش موجود داخل قاعده البيانات او حصل مشكله في الرد في السيرفر، يبقى ايه لازمه الماتشر؟ يعني ليه لازم يبقى عندي ماتشر بعد كده ريسولفر؟ طب ما خلاص، ما كده لا، طالما الريسولفر هيمنع ان الانجولار يعمل الراوت لو في مشكله او لو البرودكت مش موجود، يبقى مش لازمه بقى الماتشر. الحقيقه الاثنين ليهم لازمه مع بعض. ليه؟ دلوقتي انهي اطول من ناحيه الوقت في حاله اني شكل الاي دي غلط؟ يعني لو انا عندي شكل الاي دي غلط، مش مثلا زي ما احنا كنا ماشيين حرف 4 كام حرف مثلا، كان كله ارقام بس، الاي دي شكله غلط، وده اكيد لو راح دخل في داتابيز هيقول له او البرودكت مش موجود. ما ده بياخد وقت. يعني انهي اطول، انك انت تبعت ريكوست وتستنى الرد، ولا انك ترجع على طول؟ اكيد انك ترجع على طول. تمام، زائد انك انت لو العميل بتاعك او الشركه بتاعتك بتستعمل السيرفر او خطه الدفع في السيرفر هي باي از يو جو، دول بيتحاسبوا بعدد الريكوستات، فانت بتمنع ان التكلفه زياده عليهم. بمعنى ان انت لو عندك مثلا 10 ريكوستات غلط اتبعتوا باي دي غلط وانت عارف ان هو غلط، انت كده خليتهم يعني هيدفعوا فلوس زياده على ريكوستات ملهاش لازمه، فانت بتقلل كمان التكلفه على السيرفر. وبكده نكون خلصنا الفيديو بتاعنا. لو عندك اي سؤال ابعت لنا وما تترددش. شكرا جزيلا للاستماع.